برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. صباح الخير أو مساء الخير على كل اللي بيسمعونا. معاكم إيرام محمد من برنامج مقتطفات رائجة على برونتو اف ام. المقتطفة بتاعتنا النهاردة الهدف. تقريبا كلنا بنبقى عايزين نحقق حاجة في حياتنا، ممكن تكون حاجة بسيطة زي إنك تقرأ كتاب أو إنك تتعلم مهارة جديدة، أو حاجة متوسطة الصعوبة زي إنك تخس بعض الوزن، أو حاجة صعبة جدا زي إنك تبطل عادة سيئة في حياتك. وفي الطبيعي كلنا بنبدأ متحمسين، ممكن يكون حماس ناتج عن نصيحة من حد نجح قبلينا في تحقيق هدفه، أو حد ادانا كلمتين على دماغنا فإحنا بنبدأ متحمسين جدا وهنكسر الدنيا. لكن للأسف بعد فترة الحماس ده بيبدأ يقل تدريجيا، وممكن نوصل لمرحلة بنحبط فيها تماما. غالبا بيبقى السبب الأساسي في ده إن إحنا ما بنقيمش الأهداف بتاعتنا تقييم صحيح. إزاي أقيم الهدف بتاعي؟ أو إيه المقومات اللي أنا مفترض أقيس عليها الهدف بتاعي؟ حد سمع بكلمة سمارت أو سمارت جولز؟ يعني إيه سمارت جولز؟ يعني الأهداف الذكية، وطبعا هي مش من مقصود منها هدف ذكي بالمعنى الحرفي، إنما كلمة سمارت هي كلمة مقتبسة من 5 كلمات، كل حرف فيها بيشير لكلمة معينة. أول حرف فيها هو حرف الإس، بيشير لكلمة specific، وبتعني محدد، يعني لازما الهدف يبقى محدد. أنا هضرب مثل بالمذاكرة عشان أعرف أوصل المعلومة. مثلا هذاكر، ده كده هدف مش محدد، بس لو قلنا هذاكر فيزياء فده كده يعتبر هدف محدد، وده المقصود بفكرة إن هو يبقى هدف محدد. تاني حرف هو الإم، بيشير لكلمة measurable، ومعناها قابل للقياس. هنضرب نفس المثل، مثلا لو قلت هذاكر فيزياء ده كده مش قابل للقياس عشان الفيزياء مادة كبيرة، بس أنا لو قلت هذاكر فيزياء الفصل الثاني اللي هو 20 صفحة ده كده يعتبر هدف قابل للقياس. الحرف الثالث هو حرف الA، بيشير لكلمة actionable أو attainable، ومعناها قابل للتحقيق. مثلا هذاكر المادة كلها في قعدة واحدة، ده مش قابل للتحقيق أبدا، بس هقول هذاكر الصفحة دي في ساعة، ده كده قابل للتحقيق. الحرف الرابع حرف R، وهو بيشير لكلمة relevant، ومعناها مرتبط بالمرحلة الحالية ليك. مثلا أنا ممتحن ثانوية عامة وعايزة أتعلم ياباني. الياباني حاجة حلوة إن الواحد يتعلم ياباني، بس ده مش الوقت المناسب لده، فكده ده هدف مش مرتبط بمرحلتك الحالية. بس ممكن نقول أنا ممتحن ثانوية عامة وعايز أحسن لغتي الإنجليزية، ده كده هدف مرتبط بمرحلتك الحالية، عشان أنت كده محتاج للإنجليزية في الثانوية العامة. وآخر حرف عندنا حرف التي، وهو بيشير لكلمة time bound اللي هو محدد بوقت. مثلا هذاكر الفصل ده من الساعة كذا للساعة كذا، ده كده هدف محدد بوقت. هخس 10 كيلو في 30 يوم، ده كده هدف محدد بوقت. دي 5 صفات لازم تحفظهم زي اسمك، ولازم تحطهم قدامك لما تبدأ تحط أي هدف ليك سواء كان سهل أو صعب. وبكده أبقى وصلت معاكم لختام حلقتنا النهاردة، وأتمنى إنكم تبقوا استفدتوا ولو 1% من الحلقة. أشوفكم على خير في مواسم جاية. كنت معاكم أنا إيرام محمد إبراهيم من برنامج مقتطفات رائجة على برونتو اف ام.